السلام عليكم. في هذا الفيديو باغي نهضر على القضيه ديال علاش بزاف د المغربيات كيتزوجوا الاجانب. هاد القضيه لاحظناها كثيره بزاف، مالوغوزمون في المجتمع المغربي بزاف د المغربيات كيتزوجوا الاتراك، اللي كيتزوج باكستاني، اللي كيتزوج مصري، اللي كيتزوج فرنساوي، اللي كيتزوج الماني، اسبانيولي، المهم يعني عندهم مساهله باش يتزوجوا الاجانب. و وهاد الفيديو غادي نشرح لكم علاش المغربيات فيهم هاد القضيه، وشنو هو المشكل بالضبط. اون فيت المشكل بالضبط علاش المغربيات كيفضلوا الاجانب، ماشي كيفضلوا الاجانب، علاش كيتزوجوا الاجانب، حيت حنا المغاربه رجال وعيالات. الحقيقه حنا كلنا عندنا عقده الاجنبي، مربين على الاجنبي، كنعطيو قيمه بزاف للاجنبي. البنت من صغرها كتشوف باها كيعطي قيمه للاجنبي، كيجي اجنبي ديما كنعطيوها صفات مزيانين بانهم صادقين وانهم معقولين وانهم الا كانوا كور غنقولوا عليهم معقولين، ما كيكذبوش مع هادي. الا كانوا مشارقه نقول عليهم متدينين. المهم ديما كنعطيو صفات ايجابيه للاجانب اكثر من المغاربه، وكنحتقروا بكل ما هو مغربي. البنات ولا الولاد ملي كيكبروا في هذه القضيه هذه، في هذا لو كونتكست هذا، كيبقاو بلا ما يحسوا كيكونوا بروغرامي باش يمجدوا الاجنبي ويحتقروا كل ما هو مغربي. داكوغ. دونك هذه العقده هذه الاجنبي كاينه عند الولاد وعند البنات. الفرق اللي كاين هو ان كاينه واحد الفرق اللي علاش كتبان بزاف في البنات المغربيات اكثر من الرجال المغاربه. علاش بزاف د المغربيات كيتزوجوا الاجانب اكثر من المغاربه رجال كيتزوجوا الاجنبيات؟ حيت كاين واحد الفرق في الطبيعه بين الرجل والمراه. ملي كنقول الرجل والمراه يعني الرجل بصفه عامه، ماشي غير الرجل المغربي ولا المراه المغربيه، يعني الراجل ديال الكره الارضيه كامله والعيالات ديال الكره الارضيه كامله. الراجل ملي كيلصق في شي بنت، حيت هو عنده عقده الاجنبي، جدي دابا مغربي عنده عقده الاجنبي، لصق في شي بنت روسيه ولا المانيه ولا ما عرف لبنانيه ولا شي حاجه اللي كانت، لصق فيها حيت عنده العقده الاجنبي، حيت انبهر بها. اش كيوقع للبنت؟ البنت كتحتقرو، وهذه هي الطبيعه ديال البنت. بس ملي كتشوف شي واحد لاصق فيها كتحتقرو، تو سامبلومون كتحتقرو وكيهبط من عينها وما كتزوجش به. داكوغ. الولاد الطبيعه ديالو ديفيرونت. خلينا من داك الهضره اللي كيقولوها داك الفاشلات في العلاقات اللي كيقولوا العكس ديال هاد الهضره اللي غنقول. ولكن الرجال سي ديفيرون. الرجال ملي كتلصق فيه شي بنت، الراجل ملي كتلصق فيه شي بنت ماشي كيحتقرها كما كيقولوا داك الفاشلات لي كوتش سوا ديزون في العلاقات ولا شي حاجه. الرجال ملي كتلصق فيه شي مرا، رجال العالم كامل ماشي المغاربه، دونك الرجال ملي كتلصق فيه شي مرا ماشي كيحتقرها ويقول هادي مدلوله وهذا وصافي قيمتها كطيح في عينو، لا. الرجال المغاربه ملي كتلصق فيه الرجال ديال العالم كامل ماشي غير المغاربه، اي راجل في الكره الارضيه ملي كتلصق في شي بنت وكانت زعما مقبوله شويه، يعني عاجبها ان مينيموم، كيقول عليها بنت الناس وباغا دير دارها ومعقوله وكلشي، وكتزيد تطلع له في القيمه وكيتزوج بها. دونك اش كيوقع عندنا دان كوتي المغاربه؟ الرجال عندهم عقده الاجنبي، كيشوف اجنبيه كيلصق فيها كتحتقرو وكتقول له سير في حالك ما كديهاش فيه. وعندنا مغربيه عندها عقده الاجنبي، منبهره بالاجنبي وكتزوج به، وكتلصق فيه. ملي كتلصق فيه داك الاجنبي كيقول واقيلا هادي راه بنت الناس كلشي كيتزوج بها. داكوغ. هذا المشكل، ها علاش المشكل الاساسي هو هذا. وحتى داك كرم الضيافه المغربيه ولا شي حاجه، ملي كيجيو دابا لي توريست كيقول لك المغاربه سون تري اكويون، المغاربه مضيافين واطيب شعب في الكره الارضيه وكلشي. حنا المغاربه عارفين بعضياتنا، حنا ماشي طيبين حتى لهاد الدرجه، فهمتي؟ حنا ناس عاديين فينا القبيح ومزيان. ولكن بالنسبه للاجانب حنا كنبينوا معاهم لو كوتي الزوين. علاش؟ حيت عندنا العقده الاجنبي، تو سامبلومون. هذا هو المشكل اللي عندنا، هو العقده الاجنبي. وهذا العقده الاجنبي كيعاني منها كلشي، وبنادم كيعاني منها وما عارفش راسو بانه كيعاني منها، كيسحبوا راسو بان داكشي عادي. لا، ماشي عادي. راه بنادم خصو يجلس مع راسو ويهندس راسو ويشوف التصرفات ديالو، غيلقى راسو بلا ما يحس عنده عقده الاجنبي. المهم، وهادو اللي البنات اللي عندهم عقده الاجنبي، هادو هما اللي كيشوهوا الصوره ديال المغربيات. راه ماشي داك المغربيات اللي العاهرات ولا شي حاجه اللي كيشوهوا الصوره المغربيه، حيت العاهرات كاينين في العالم كامل، يعني ماشي لي بروستيتي اي بنت كتاخذ الفلوس من اجل الجنس، راه كاينه في العالم كامل ماشي غير في المغرب. يعني علاش هذوك العاهرات غادي يشوهوا المغرب؟ سي با سا اللي كيشوه المغرب. اللي كيشوه المغرب هو ان شي واحد كيجي كيلقى المغربيه ساهله، كتجيه ساهله في كل شيء، يعني اون فام فاسيل.
علاش فاسيل هي؟ حيت هي عندها عقدة الأجنبي، حيت هي منبهرة بداك اللبناني ولا داك المصري ولا داك الصبليوني ولا داك الفرنساوي، فهمتي، عندها ولا التركي، فهمتي، هي منبهرة. وهادشي اش كيخليها كتولي اون فام فاسيل بالنسبة لهاد الأجنبي. يعني هي الهدف ديالها هو تزوج به، ولكن هو ما كيكونش، ماشي اغلبيه الرجال كيفكروا في الزواج، فهمتي. كيكون بعض المرة الغرض ديالو، ماشي بعض المرة، اغلبيه الحالات كيكون الهدف ديالو هو سميتو، هو غير الجيت. دونك كيتلاقى مع وحده عندها عقدة الاجنبي منبهره به على حساب لوريجين ديالو، الاصل ديالو. دونك اش كدير؟ كيبروفيتي منها جنسيا، من بعد كيمشي فحالو. ملي كيمشي فحالو كيقول لك وهي المغربيه تسالي، سكي نورمال. ولكن المشكل الاساسي راه ماشي حيت المغربيه راه ماشي سهله. المغربيه يجيب لا مغربي راه ماشي السلام عليكم غتكون غتسهل عليه القضيه، العكس كتصعب عليه مزيان. باغ كونطخ مع اجنبي ما كتصعب عليه حتى حاجه كاع، فهمتي. تقدر تنعس معاه وكلشي، وما تكمل بيان سور غالبا ما كيكملوش بالزواج. وهذه القضيه هذه هي اللي كتخسر سمعه المغربيات. و يعني اي اجنبي جا المغرب، مصري، هندي، باكستاني، تركي، لبناني، سميتو فرنساوي، صبليوني، الماني، فهمتي، كلهم كيحسوا بنفس الاحساس مع المغربيه، فهمتي. يعني كتجيهم المغربيه فاسيل سهله، داكوغ. هادو 90% ديال الحالات ديال لي كونتاكت ديال المغربيات مع الاجانب راه ما كيساليوش بالزواج، داكوغ. اقليه قليله اللي كيفيني باغ لو مارياج، ميم من بعد ما كتزوج و سا فيني باغ لو مارياج. هذيك الاقليه وما كيكملوش، كيوقع له ديفورس، حيت داك النجيده بداك الانبهار اللي كيكون عندها، حيت ما كتكونش عارفه داك المغربيه، ما عارفاش. حتى من بعد عاد كتتزوج وكتعرف داك الاجنبي، وهذا عاد كترجع لعقلها، وكتعرف بان داك الاجنبي راه العكس، راه المغربي احسن من الاجنبي على الف درجه، فهمتي. ولكن ديك الساعات سي ترو طار. وبزاف البنات كيوصلوا لهاد القضيه وما كيرضاوش يعترفوا بها باش ما يضحكوش عليهم بنات اخرين، فهمتي. كيبقاو يبيعوا لهم الوهم ويقول لهم لا الاجانب مزيان، هي عايشه الجحيم مع داك الاجنبي، ولكن كتبغي تبين له بانها راه زعما عايشه مزيان وكلشي. اما داك المغربيات اللي كيتزوجوا الخليجيين ولا شي حاجه، انا ما كنحتقرهمش، حيت هادوك اصلا ما عندهم لا انبهار لا والو. هادوك كيقلبوا على الفلوس، حيت كتلقاها جايه من واحد الطبقه، طبقه اجتماعيه فقيره، فهمتي. العكس هادوك النوع البنات هادوك اللي كيتزوجوا الخليجيين كيجوني ذكيات. علاش ذكيات؟ حيت اولا ما عندهمش داك الانبهار. هذاك الانبهار كيرد البنت غبيه، كيردها مكلخه. الانبهار بالاجنبي وداك العقده الاجنبي كيردها بليده في التصرفات ديالها. هذيك اللي كتجوج الخليجي ما كيكونش، ماشي عقده، ماشي عندها انبهار بالاجنبي، عندها باغا غير تاميليوري لو نيفو سوسيال ديالها، تحسن المستوى الاجتماعي ديالها. هادشي علاش. دونك هادو انا ما كنحتقرهمش، العكس انا كيجوني ذكيات على الاخرين. وحنا كنعرفوا بان النوع ديال البنات لا كاتيجوري سوسيال اللي كتجوج بالخليجيين كتلقاها غالبا فقيره ومن الاحياء الشعبيه وكلشي. قليل فاش تلقى شي طبيبه ولا مهندسه مجوجه اجنبي، ما كايناش. لا خليجيه ربي، ما كايناش، امبوسيبل. مستحيل تلقى شي مهندسه ولا طبيبه ولا شي حاجه مجوجه خليجي. دونك المغاربه كيبقاو شادين غير في الخليجيين. هادوك الخليجيين انا بعدا بالنسبه لي العكس، انا كنعترف بهم وكيبانوا لي ذكيات. انا ما كنتفقش مع الراي ديال اغلبيه المغاربه. داك المغربيين اللي كيتزوجوا خليجيين هادوك بنات عاديين، والعكس انا كنحترمهم، حيت باغيين هكاك داك الطريقه ديالهم، باغيين زعما ياميليوغيو المستوى الاجتماعي ديالهم. بار كونطر المغربيه الاخرى اللي كتكون قاريه وهذا وهذا وعندها داك العقده الاجنبي وكتمشي تزوج لبناني كيسحب راسها ما عرف شنو غتعيش وشحال، انا كتجيني بليده، فهمتي، بليده. والمشكل باش ما تسموش غير المراه المغربيه، هذا المشكل راه كاين حتى عند الرجال، فهمتي، يكونوا صراحه، فهمتي، عند باها، عند عمها، عند خوها، فهمتي. مالوغوزمون حنا في المغرب كنا هكا، هاد الثقافه ديالنا خايبه. هاد الثقافه ديال العقده الاجنبي عندنا خايبه بزاف، وخصنا فريمون نخدموا عليها ونصلحوها وما تبقاش عندنا. انا بالنسبه ليا باش نختم هذا الفيديو، ديك البنت اللي كتبقى تتزوج اجنبي في حقها كتحط راسها في واحد المذله كبيره. اولا ما فهمتش غتصفيق الصباح على واحد التقاليد، تبقى طيب له ما عرف شنو، الفراخ محشي به ما عرف شنو، فهمتي. آه، شي ماكله ما عمرها ما ولفات تاكلها، خصها درع منها تبقى تتعلم، تسمع الاغاني اللي ما كيعجبوهاش، وعمرها هذا. خصها تتعلم واحد اللهجه،
مثلا نفترضوا بان تزوجت مصريه، ديما خصها تبقى تهضر معاه بالمصريه، وهذا ولادها غيطلعوا مصريين ما غيطلعوش مغاربه. آه، والديها ملي غيكبروا في السن وغيحتاجوها وتديهم الطبيب، ولا توقف معاهم في السنين الاخيره من حياتهم ولا شي حاجه، غتلقاها راه جالسه كتقابل عائله راجلها بعيده، باقا حتى الا كانت في المغرب غتكون كوميم قريبه، تقدر تمشي كل سيمانه، تقدر تمشي كل 3 ايام، فهمتي؟ سا ديبون. ماشي بحال الا كانت في 3000 كيلومتر ولا 5000 كيلومتر، ولا فهمتي، والطياره غاليه وكلشي. وحاجه اخرى عاوتاني، الا مشاو طلقوا، دابا نفترضوا بان شي وحده مثلا مشات عند مصري وتزوجات به وطلقت مع داك المصري، حيت فريمون كانت في الاول غير عقده الاجنبي وهذا، ومن بعد طلقت معاه والده معاه، هذاك الولاد غيعطوه الحضانه تما في مصر ياك، ولكن راه ما يمكنش تجيب داك الولاد للمغرب. علاش؟ حيت هو باهم غيرفض. دوك هي كتضطر، بما انها تزوجت مصري وولدات معاه، واخا طلقت معاه مبقاتش عامله لا مصر لا هو، كضطر باش تبقى عايشه في مصر حياتها كامله حتى ولادها يكبروا، فهمتي؟ حتى يوصلوا 18 عام، ولا ولدها ولا شي حاجه، يعني كضطر. اما باش يمكن لها تجي للمغرب وتسمع في داك الولاد، ولكن جو بونس با بانها قادره ديرها. ومهم كاين بزاف ديال العراقيل وبزاف ديال البنات قتلوهم الاجانب، ها اللي قتلها تركي، ها اللي قتلها صبليوني، ها اللي قتلها طلياني. قلبوا في يوتيوب شوفوا، راه كاين بزاف 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 د الجرائم اللي ماتوا فيهم مغربيات. المهم انا كنتاسف لهذا الشيء هذا اللي واقع للمغربيات، زعما في حقها مؤلم. هذا الشيء كله جاي من واحد الثقافه عندنا خايبه، خايبه وسيئه بزاف، وما كيهضر عليها حتى واحد. وهاد الثقافه هي عقده الاجنبي، واللي حتى واحد ما كيهضر عليها، واللي الضحيه ديالها الكبير انا كيجوني هما المغربيات. يعني هما اكبر ضحايا ديال هاد العقده الاجنبي، حيت كيطيحوا براسهم وكيحطوا راسهم في واحد المواقف مدله، وقليل الزواج ديالهم اللي كيصدق. ماشي بحال الزواج ديال المغربي مغربيه، حتى الزواج مغربي مغربيه فيه طلاق، ولكن ماشي نفس النسبه. النسبه عند الزواج المختلط هذه معروفه عالميا، ديما كتكون مرتفعه بزاف نسبه الطلاق. المهم، السلام عليكم.